بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك فاستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواجر ومن غيوب سألت بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي ليكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كتب سرا غامدا لاجمع جميع ما تفرق لدى قطي من الخير وصف القلدا ليكن لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصم قلم يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أب مع الغيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد وضر من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد وضر من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد وضر الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان الضر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنفع من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب الحمد لله الكريم ذي المنن على استغلال بفروض وسنن شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفع معاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما غزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعها هل الذي قد أن أتبعها هل الذي من بمراد اقتدى في الشر والجير يكون مقتدى والذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى صفيع وآله وسبي النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ ذهبتني إليك يا معين هناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قصدت لما لم أجد سرواك فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اختفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في سرك الخناس وكدت للأمداه والإطراء أزد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا سكر وذا توسل بالمصطفى سفي عين الرسل وببنيه وبناته معا ليصفوا في الشريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمن هواي قلل منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استقيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنجي المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني هبيد هنا غريب ليهب ذاك ولإخواني جميعا سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم وليسوي الدين بجاه القاسم وليكشف الليل الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق الطاهر ورقني ترقية قفية ببنته رقية الصفية وقي أدايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام
بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن القاتمة وناو في غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وسبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وآل داري وناو في غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار وجل حجابا بيننا وبين كل عدن والتقي عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل اني حقير مقدم دليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي اليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى اليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منن واملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واسقني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مدل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد هدني وهد جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وسبه ذوي الصلاة وكل من قدمني أو زارا فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فيبلغ التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا ربي أمين وجل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية وجل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم وجل بنائي بناء الانتداء ولتكفي عني كيد كل ذي انقضاء ولتكفني الدار على الشيطان وإذ به الباغين في الأوطان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وزق فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا ويسعا ولتدخل المسلم في يدي وفي داري وثبتا وبالهدي الوفي وأعلني وأعلم من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار ومن على الأهل بما إن جاري وجعله ربي مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فردت من سواك فكن بذاك قائدي إلى غداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن نكدي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل آمين جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق القيار والسقات وهب لنا أقصى الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاه من دعوى ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يلوغ مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصم مويلة يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تواقدنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقدنا بسوء الأدب ولا تواقنا بكسرة الأذول في ظاهر وباطن وبالقبول وكن معيدنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يضر في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وسليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل السلام وسبه ومسكني خط يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وتهرا قلبي وزني حياة وأحيني في طاعة يا ربي
وجل يميني كسحاب في سقاء ميمونة في سدة وفي رقاء يا يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المصطفى المقرب والآل والسب والشهر رجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى صعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي عدل من صالح أو مرسد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك عيش علما وكلما عنك يوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أقيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المهال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي توني محبك وداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فهمه ما يلي يكون ابن العسين عن كل ذي ناب وسفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دج وذي قيام وشر من ينقص في العقود وشر ساهر وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساهرا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فمن وعينه وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامن وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسوي النية وأيدني أبد وتهير القلب وصحيح الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي بي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب عساقة ونورا وفي الصراط يسير المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهدبني وكن قليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسقا قضما وكن معيني على الشيطان والنفس والقلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معادا وفيه مالي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي العصر غدا ولا تذلني يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدعفا بكل ما ينفع
تعاوني وبالتفاها وبسلك المسالك القلاسي والتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة للسعراء شقاوة من بعدها أو دررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجيبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معينيا على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكس والغيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم والتبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك عبدا ونسيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعملي اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد المسلم ومنفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بدون ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاهة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفدي خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وعرضه الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى وكل سوء داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميعا ولجميع من أعانوهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير الركنا ولتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة السيت بقلب يشع وليفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا سمد واضرب سراد خاتم حفظك على ديري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار القلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعن شرار القلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجل الدؤب مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم وجل مسكن خروج من ظلم للنور وقف عنه كل ما ظلم وجل الدؤب مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماه سني والتحمي داري عن الفجور والفطق والباطل في الدهور والفي الوباء والبلايا كلها أنها وتيب سربها وأكلها وجل حريمنا حريما آمنا وكن به كفيلا ضامنا واجبله الخير من الجهات الست وفيها عن الآفات واتني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يلوغ يا حفيظ يا ذا الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا يوم أخرى ففيهما أن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إذن ودبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا
على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله ويبلي الإجابة ولي يجد بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استغفرت منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد غسيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلاسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها من القاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتدفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أقصيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل سلم وسلم واستجب سؤالي للمنتقى ثم يسره بلا نهاية وقمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع وسلم ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العداء إلى العداء يا من حباني بمغجل العداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أهلا بسارات ترى مستحسنة وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقودني كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا الشردا وكل من لم يعبدا وجيني من قد آمنوا وأسلموا وأحسن
حسن مجل من لم يسمع كوين لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزغزغ الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظة أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر عديس عاجلا وبشرا وماجلا وآجلا قد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغني ذوي الإسلام عن ركون إلى غداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد سلم وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والسبي الكرام أوصي سلامك وجدني بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قديت دون سك حاجيا أوصي لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من حمد نسل حديثا يسمل الكبار مع الصغار رتلهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بيرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح إذا برا أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لعود للذي أريد أن أعي بي الورايا مغنيا عن مدفعي معه تقصد الدر لي بالمنتقى وقلت لي ما ودون دون تقى وجهتني ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما دا قرب يلوغ يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق ومعه من الشياطين والشكر يسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موده وبلده مكرم بالأمن صفا قلده أكرمني الرحمن إكراما كفى كل نيتي ضر وفيدي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته عمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس توقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نحت مدرتي كذاك القبل أن انتفت مدرتي والبلوى بفل معلن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كل بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نسدتني فإنك النسير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلتني في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقلت الانفعال لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عن الأذى والترحى محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك قديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العباد لنار من لم يطع عباد تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارد ذا العرش بكى فكل من أبكى وذر كرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكن على قارب والكل منهم من شديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم محتوى بلا استلاب والكل بالبصر ذو انقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يغلى وليس ينسفل أما مبارس علي ومنسفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا والإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر دا قمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباغي لمن كفاني يدوي النباغي فارقت جملة من المباغي لمن كفاني يدوي النباغي أشكر وقادني أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا أشكر وقادني أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه هو الكريم والحميد وكل من لم يوني فهو كميد تظلم من لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المصال
لي قال ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة المختار ليست تخفى إلا على من بنقال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وانصرفا هدمت باطلا بحق فدق ولي إلهي كذا سقيدق ملكت ربي مالكي كليتي حليله كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال فلاق ونلت سوني برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام منبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء عداوة ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرهني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم له كتابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا آيتنا على الغدا فغلبوا ولسوانا ساغرين انقلبوا تسليم باق قاد للصواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني القديم له سلام ذي البرية القديم لمن له كليتي عباد حمدي ومن قال فني عباد ملك الذي ليس له مباهي لقال ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرعني الجميل نعم النافع أهلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نحى مدرتي من ليقود المنها ملكني الملك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وسلني وما ترى نفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليم كريم الحمد فرعت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغير ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليم مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفا بلا مدرة قادا هو الشفيع وهو الشجاع به مع ظلم والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والسبي ومن والاه مع بلائي ومع أمراضي وبالرداء تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليم حبيبي ربي قلت له كليتي من علني وسر وولي قاد ولني رفعت قدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت قدمتي إلى الماء سند ولسوانا طاق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر القليل تظيم باق لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جودو يقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق صومي جئت بذا القصيد ساكرا لك به وقبل ليقط فضلك زدت قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكراما ما شفعل وكل ما أردته منك المال آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما ورضيت عنك باركتني يا ربي في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد للتفسير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كل ما مضى من الضر ما الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بمال غير ساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجاني الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد للسلام أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناسم الحروف قلد الرباح يا من كفاه ذا الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا صلاة مسلما على مزازي القلا حمدي وشكري لمن كل به سارا لهوري دون سقط عند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا لهوري دون سقط عند سرسارا له سنائي ورضواني بلا سقط مسقاد لي من بني ديمان أنصارا لدي كلني لدى بار مكرمة من هرتالنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسارا قد قصدوا سيارتي فارقوا الدارين أو سارا الله من كل كريم أكرم من أمون قاد له تكرم أسلم له كل كان إيماني ولاسم الإنسان للرحمن واجب بالشكر بلا كفران تفاي سابو ما النيراني جارام شيخ إبراهيم جارام يعني جوخن كتاw ñu am maqama yaa ñu joxoñ géeju njariñ li Bamba dëxëñ nga wan ñu loola yenu yen ba am ngay ngërëm am ngay ngëneel feeñal nga la nëbb woon xam le nga Bamba raw nga subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina
walhamdulillahi rabbil alamin addi Seex Ibra